ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم مصطفى حسان، وفي الفيديو ده هقول لكم على تصاميم السوشيال ميديا. تمام، وهنعمل كورس عن تصاميم السوشيال ميديا، فتابع معايا عشان يوصلك كل جديد. تشترك واشتراك. يلا بينا نكمل الفيديو. ورجعت لكم تاني مع مصطفى، وفي الفيديو ده هنشرح الصورة المصغرة وهنعملها بالتفصيل وهنصممها بالتفصيل. تابع معايا الفيديو وما تقفلش الفيديو عشان هو مفيد وهيفيدك كتير جدا جدا. اول حاجه هنعملها هنروح على فايل، هنروح نيو، هنختار هنا المقاسات ايه؟ 2560 في 1440. ده مقاس ايه؟ ده مقاس الصورة المصغرة اللي بتتحط على اليوتيوب. تمام. الريزولوشن خليه، لو انت جهازك ضعيف خليه 72. لو جهازك مناسب وهيستحمل ال 150، الريزولوشن 150، حط 150. انا عن نفسي حاط 150. تمام. وهنا color RGB color. تمام. هندوس كريات، هيفتح معانا الصورة دي زي دي اهي، نفس المقاس. تمام. اول حاجة هنعملها هنروح نجي اللي هي الفوتوشوب، صورة الفوتوشوب دي هنروح جايبينها، هنروح رايحين هنا كده، انا مثبتها هنا اهي، هنروح واخدينها هنا كده، واخدها انا كنت واخدها سكرين، وهنروح رامينها هنا. تمام. هنروح ظابطينها كده وهنشدها كده. تمام. وهنشدها كده، هنروح دايسين شيفت من الكيبورد ونشد كده. تمام. هنروح دايسين دن. كده الصورة معانا بقت زي اللي هناك، زي دي اهي. دلوقتي في تركاية ومهمة جدا، وتابع معايا، دي مهمة جدا. هنعمل ايه؟ هنروح واقفين هنا كده، وهنروح رايحين على فلتر، وهننزل تحت على بلور، جاسيان بلور. تمام. وهنعمل لها افكت ده 4، خليها على 4. تمام. وهندوس اوكي. كده اتعملت، طبقنا الافكت زي اللي هناك هنا اهو. تمام. تاني حاجة ايه؟ هنبدأ بالكلام. هنروح جايبين دي بتاعت تم الحل، او ممكن نبدأ الصورة دي، صورة الشخص. تمام. هنجيبها منين؟ انا برضو مثبتها. تمام. هنروح رايحين على جوجل، وهنكتب هنا، هنخش على بنترست، وهنكتب هنا ابو فيلا. تمام. هنروح دايسين اوكي. هننزل تحت هنا كده، هنلاقي الصورة دي، هندوس عليها، هنروح منزلينها بالطريقة دي، تنزيل الصور. طبعا أنا شارح الموضوع ده بتاع المواقع دي عندي في الفيديو. تمام. هنروح واخدينها كده أهي. نروح رايحين على الفوتوشوب، ونروح هنا كده، ونرميها هنا، نروح دايسين ضم. عاوزين بقى نجيب الشخص بس، هنعمل ايه؟ دايسين ضم. نروح رايحين على سيلكت، هننزل تحت على سبجكت، ندوس عليها، هتحدد لنا الشخص كده، حددت لنا الشخص. نروح دايسين من الكيبورد كنترول جي، خدنا كوبي من الشخص اهو. نروح واقفين على اللاير ده، مش عاوزين ندوس ديليت. هنروح منزلين ده تحت كده. تمام. هو بنفس المنظر ده كده اهو، ده زي ده اهو. عايزين بقى نفتح البشرة شوية، هنروح على الأداة دي، ندوس عليها. تمام. هنروح واقفين، لازم نقف على اللاير الأول كده اهي، ظهرت معانا. هنروح دايسين تكة كده، تكة كده، تكة كده، كده. طبعا ما تخليهاش فاقعة أوي عشان ما تشدش العين أكتر، متجذبش العين مع الصورة واحدة بس. تمام. هنقف عليها كده. تاني حاجة هنجيبها ايه؟ هي الصورة اللي هي بتاع أدوبي كرييتيف كلاود دي. تمام. ديت أنا جايبها هنا أهي، نروح أنا محملها على الجهاز، هنروح واخدينها من هنا كده، نقف على اللاير ده، وفين، نقف على اللاير ده،
واحنا واخدين كوبي هندوس الت ونشدها. ثواني، هندوس نرفع اللاير الأول ونروح فين أهي. ممكن ناخدها كده وهنروح واخدينها كده ونشدها كده. نروح رايحين على اللاير بتاعنا ونقف هنا كده وهنسيبها، هنكبرها كده شوية كده بالمنظر ده. تمام، تبقى في نص التصميم. الحاجة التانية ايه؟ هناخد، نبدأ بدي، ناخد دي. طبعا انا بجيب الحاجات دي من على مواقع اللي هي اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات، من على بنترست او من على فريبك او من ادوب ستوك. كبر دي شوية كده بس مش قوي كده، ولا سنجاب. ايه تاني؟ نجيب بقى اللي هي دي اللي هي بتاعت الصورة دي، نعملها تمويه ونخليها بالطريقة زي ما انتم شايفين كده. هنروح رايحين على اللير كده وهنروح واخدين دي غلط، نروح مصغرينها كده كده، ده سنة روتيشن كده، وده سن ضم. نروح واخدينها تحت كده ماشي، ونروح واخدينها تحت اللير ده اهو، ظهرت معانا بالطريقة دي. ننزلها تحت شوية كده كده بالظبط كده اهي زي ما انت ما شايف كده. نوقف على اللير تاني. تمام، ونروح رايحين على فلتر ونروح بلور، جازيان بلور، ونخليها برضه على 4. هتبقى بالطريقة معاك بالطريقة دي. نروح واخدين منها واحدة كوبي هناك، الت ونشد وندوس شيفت، ندوس شيفت عشان تبقى ماشية على نفس الاتجاه أو على نفس المكان اللي هي واقفة فيه اللي قصدها كده، عشان تدي شكل احترافي. تمام، خلي كده شوية ماشي. يعني خلصنا نص التصميم. ايه التاني؟ الحاجة التانية دي العلامة دي بتاعت الصح دي. تمام، ناخدها كده كوبي الت. طبعا الحاجات دي زي ما قلت لك هناك في المواقع اللي بتجيب الحاجات دي. مكبرينها سنة كده هنا ونحطها هنا، نروح سن ضم. تمام، ممكن لو مثلا عاوزين نخليها نديها سنة أوباستي، نقلل الأوباستي شوية عشان تبقى معانا بالطريقة دي. تمام، الحاجة التانية ايه؟ الحاجات دي دول. تمام، نروح واخدينهم ألت، معلش، نروح واخدين دول ألت. تمام، نروح واخدينها كده ونروح رايحين على دي ونرميها هنا كده بالطريقة دي. نروح مقربين شوية، بندوس ألت ونقرب شوية كده، ونروح مصغرين سنة، ننزلهم على نفس اللاين كده اهو، اللاين ده. تمام، صغرها سنة. تمام، نخليها تحت السهم ده، علامة الصح دي، مهندسين ألت ونطلع لفوق شوية. وبكده خلصنا نص التصميم. تمام، طيب الحاجة التانية اللي هي دي، تم الحل. دي دي طبعا أنا عاملها إزاي؟ أنا دخلت من على كانفا وعملتها ونزلتها وخدتها شدتها هنا على الفوتوشوب. كانفا ده موقع جامد جدا. هنروح واخدينها ألت، واخدين كوبي منها ونروح طالعين فوق كده، نروح على المكان التاني ونشدها ونسيبها هنا بالطريقة دي. نروح مكبرينها شوية، خليها كده كده مثلا، عشان دي تبقى العين عليها، لازم تبقى باينة في التصميم.
تمام. ايه الحاجة التانية؟ ايه تاني؟ الكلام ده هنروح رايحين كده، ونروح على أداة الكتابة وهندوس كليكة كده يمين، كليكة شمال كده، وهنكتب ايه؟ هنكتب مشكلة النت مع أدوبي كلها. ماشي. مشكلة النت مع أدوبي كلها. تمام. نحط الهيدن هنا كده على نفس اللاين اهو. لاحظ اللي هي بتجيلك على اللاين اللي تحت أو اللي فوق، احنا نخليها على اللي تحت عشان تبقى كله نفس اللاين. ممكن نجيب دي تانية كده تبقى على نفس اللاين كده اهو، كده كده تديلك شكل احترافي أكتر، تبقى ماشي يعني الخطوط تبقى متناسقة مع التصميم. تمام. عايزين نغير اللون ونغير الفونت. احنا دايسين شوية كده هتعلم لنا كده زي ما انت ما شايف كده، هندوس على دي وهنروح نخليها باللون ده اهو. ده مدي للتصميم شكل احترافي جدا. نطلع فوق شوية، نكتب تاني ايه، ضغط هنا كده الرسالة، ونروح واقفين كده وننزل تحت كده. نغير بقى اللون ده عشان يبقى مدي شكل احترافي اكتر. عايزين تحت كده اهي، ونخليها كده، ونجيبها كده سنة كده اهي. طبعا عايزين نغير الفونت مثلا ممكن نخليه ده أو ده. ماشي، ده حلو، ده جميل. نصغرها سنة كده، نصغر سنة كمان بس. تمام أوي كده، وندوس ضغط. تمام. التاني اللي فوق هنخلي الفونت بتاعها ده. طبعا أنا شارح موقع برضه الفونت في الفيديو اللي فات بتاع السبع مواقع اللي أنا كنت عامل فيها الفيديو اللي فات. هسيب لك اللينك بتاع الفيديو في الوصف. صغر تحت كده شوية. تمام كده، خلاص كده وبكده نكون خلصنا نص التصميم. تمام. في حاجة تانية لا. تمام كده، نبص تكبر شوية سنة بس كده. تمام. تمام كده، زي ما انت ما شايف التصميم اتعمل بكل سلاسة وبساطة. طبعا المواقع لازم تحفظ المواقع اللي انت بتنزل من عليها الشغل بتاعك. لازم تحفظ المواقع. انا عامل فيديو عن المواقع دي، 7 مواقع انا عامل عليهم فيديو في القناة عندي. فخش على القناة هتلاقي الفيديو تحت في الوصف. تمام. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، فما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. سلام.